بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوالير. العلاقات الاجتماعية والجيران والأصحاب وكل الناس اللي حوالينا علاقتنا بيهم مهمة جدا. ليه؟ مش مهمة بس علشان احنا نكون أشخاص اجتماعيين أو يكون حد حوالينا أو احنا لو احتاجنا حاجة بسرعة نلجأ ليه، مش ده بس، لكن هي بتدينا قوة كبيرة جدا. لو احنا علاقتنا بيهم قوية ومتينة وفعلا فيها إخلاص، هتدينا قوة نفسية كبيرة جدا وهتهدي من نفسنا، سواء بقى ده كان صديقة مقربة أو جارة عزيزة أو حد من القرايب أو حتى مجموعة من الأصدقاء. أي ما كان العلاقة بيهم بتكون قوية، فبالتالي ده بيدعمنا نفسيا جدا. وجود حد بيسمعنا بيشعر بينا وبيدينا مساحة من وقته نقعد ونتكلم ونفضفض وهو بيسمع لنا ويطبطب علينا، ده لوحده مهم جدا وبيدعمنا نفسيا جدا، وبيغير كمان من شكل الضغوط النفسية اللي احنا بنمر بيها. ممكن اقعد مع صديقة انا بحبها جدا جدا ورايحة لها وانا معبقة، بس مجرد ما اقعد اتكلم معاها وهي تطبطب عليا تقولي طب معلش، طب تعملي كذا، طب سوي كذا، انتي بتقومي من القعدة على الأقل، مش هنقول خلاص بقيتي مرتاحة نفسيا تماما، بس على الأقل 50% من الضغوط اللي عليكي بتقل. طيب، هل الضغوط النفسية دي مش بتطلع أو إحنا ما بنرتاحش إلا لما لازم نروح لمختص نفسي؟ طب إمتى نروح لمختص نفسي؟ وهل اللي حوالينا ممكن يشعروا بينا إن إحنا مضغوطين وإنهم ياخدوا بإيدينا لمختص نفسي علشان يساعدنا؟ طيب، المقولة اللي بتقول كتر القعدة في البيت هي اللي بتخلي الستات والبنات على طول مضغوطين ومتعصبين ومتوترين وبيزعقوا كتير، المقولة دي صحيحة؟ ولو صحيحة يستعد كل الرجال سواء بقى أزواج أو أباء أو إخوات إن أنت لازم هتاخد مراتك إن أنت تخرجها وتفسحها. اسمعوا معانا بقى النهاردة في حلقتنا ايه الروتين في حياتنا هي فعلا بيساعدنا ان احنا نطلع من الضغوط النفسيه ولا لا، وامتى نروح لمختص نفسي. هنعرف مع ضيفتنا اللي مشرفانا الاستاذه فاطمه الاسعد، المختصه والمعالجه النفسيه والماجستير في الارشاد النفسي. اهلا وسهلا يا استاذه فاطمه. اهلا فيكي ويسعد اوقاتك. اهلا وسهلا حبيبتي. احنا في الحلقه السابقه وقفنا عند طرق التفريغ النفسي وشوفنا ازاي كل سيده او كل بنت تقدر تفرغ بالطريقه اللي تناسبها. النهارده بقى هنبدأ من حيث انتهينا، الروتين اليومي. بعض الست خصوصا بقى الزوجات، أنا يومي كل يوم هو بصحى أودي ولاد المدرسة، أنظف البيت، أعمل الغداء، يرجعوا من الشغل والمدرسة، أحط الأكل، أغسل المواعين، وهكذا وهكذا. فبتقول الروتين ده نفسه بيضغطني وحاسة إن أنا مكبوتة بسببه. هتلاقي واحدة تانية داخلة عليها احمدي ربنا، احمدي ربنا بالروتين ده، الحمد لله غيرك مش لاقي اصلا الروتين ده بيتمناه. فانت قولي لنا، هل الروتين فعلا ممكن يكون سبب من اسباب الضغوط؟ وردك ايه على اللي بيقول احمدي ربنا على الروتين اللي انتوا فيه؟ صحيح. والله سؤال حلو جميل وواقعي من قلب عايشه هذا الشيء يعني، ومن قلب ايضا معايشه لهذا الشيء. حقيقه للامانه هنالك صنفين من الامهات او من النساء اراهم امامي يوميا يعني خلال الاستشارات. في امهات تماما فكره الروتين تزعجهم وتضايقهم، بيحبوا يعيشوا الحياه هيك يعني كل يوم افيق اشوف تعدى ياسين على الله كل يوم بجديد على البركه. هدول على قد ما هيك عايشين اخذين الامور على البركه، على قد ما هي الامور عدم وضوحها والفوضى هي كمان هي بتكون سبب وعامل من عوامل الضغط، فلها مع لها وعليها مع لها. بالمقابل هناك امهات وسيدات لا عندهم روتين ومتمسكين فيه ومتشددين مثل الالف باء تاء ثاء، يعني خلص كل يوم مثل ما قلتي بدون اي تجديد، بدون اي فقرات، بدون ما يكون في عوامل استراحه ترفيه. فهذول اصحاب الروتين انا بحب اسالهم، هل ضمن روتينك في فقرة عناية بالنفس؟ هل ضمن روتينك في استراحة؟ هل في ضمن روتينك متعة؟ مدخلتي له متعة؟ يعني من ضمن روتينك انك انت تروحي تشتري المشتريات، تمام؟ هل انت وعم تشتري بتعدي شوي بحديقة جنب الماركت وبتعدي تاخدي نفس، تطلع على السماء، تشوفي العصافير؟ مش فاضية، انا ما بصدق اجيب الحاجة، عايزة اطلع جري على البيت عشان اولع على الاكل. أيوة انت بتقولي ايه ده دلع؟ هذا اللي انا بقوله، بقول اذا انت حابة تضلي ضمن هذا الروتين وسعيدة ومبسوطة، حاولي تدخلي متعة. جيبي بسكوتة، رجعتي ومعك الاغراض والشغلات من كاسة نسكافيه وحطي هالبسكوتة وعدي كليها وبعدين انا بجيب لنفسي حاجة حلوة. أيوة. يعني بكافئ نفسي. احسبي حساب نفسك ضمن الروتين، خلي قسم لاحتياجاتك، لحمام
برنامج حلو ساخن لنفسك يعني للاعتناء للعنايه. فنجان القهوه عند الجاره ربع ساعه ممكن ياخذ، لكن هالربع ساعه قديش التجديد؟ او انت ضمن قهوتك الصباحيه اتصال مكالمه مع ماما مع اخواتي اللي في الغربه، نحن بعاد، لكن هذا الاتصال كم وكم يشحنني ويفرغ عني. فهي شغلات بسيطه بندخلها للروتين، بتضيف المتعه، بتضيف الراحه، بتضيف احتياجاتي، بتضيفني انا على هذا، فبتكسر حاجز الروتين واضع ضمن روتيني يوم للمتعه هيك نطلع فيه، بس ما بعرف شو هو، سبت احد نصف يوم، يا ستي ساعه ساعتين لمن لا يجد، ساعه ساعتين اعمل فيه شيء خارج عن الروتين. ممكن اطلع موهبه قديمه، شغل كنت عم بشتغل فيه، صوف تركته من السنه الماضيه ما اشتغلته، أيوه. خليني اكمل فيه. ممكن ندخل اشياء للروتين. اما الامهات اللي ما عندهم روتين اصلا، نصيحتي لهم لازم يوجدوا نوع من انواع الروتين، اقلها ساعه للاستيقاظ لما راح افيق وافيق اولادي، اقلها اعرف اني انا اول ما افيق عندي شيء، مثلا رقم 1 امد مفرش التخت، اول شيء السرير، ممكن 5 دقائق اعتني بوشي وصحتي وتفريشي، ممكن فنجان القهوه هو شيء روتيني، يعني ممكن ابلش ادخل اشياء روتينيه الى نهاري تعطي نظام، فأنا أعرف إني رح أعمل هذا الشيء بعد هاي الشغلة أو قبل هاي الشغلة، وهكذا. التوقيت مدارس الأولاد هي بتساعدنا كثير بتنظيم الروتين تبعنا، يعني ممكن يتمحور مواعيدنا ضمن توصيلاتنا وترجيعاتهم، فهي واحدة من أكبر العوامل. أما اللي أصلا ما عندها إياها فهي تخلق جزء من أجزاء الروتين، بيكون توازن بين الروتين وبين في أريحية. يعني أنا اللي ممكن أخلي الروتين هو يضغطني نفسيا، وممكن أخلي الروتين هو اللي بيخليني يدعمني نفسيا. صح. طيب المحيطين بينا، الأصدقاء، القرايب، الجيران، الدعم الاجتماعي اللي حوالينا، العلاقات دي ازاي تدعمنا نفسيا وازاي تخفف من ضغوطنا النفسية؟ ممكن أعمل معاهم تفريغ نفسي. أنا رح أسألك في نمطين من الناس، في ناس لما تقابليهم تنشفط طاقتك، بس أنا عافيتي راحت خلص، أنا ما عاد ضل في طاقة. ده أنا كنت من فترة بنتكلم في الموضوع ده، قلنا في ناس يعني تلاقي أنا بتجنب أشوفهم، لأن أنا أول ما أشوفهم بحس بيسحب مني طاقتي. صح. وفي ناس لا، بروح لهم بهذا الحال وبرجع من عندهم مبسوطة سعيدة، عطوني طاقة، عطوني فرح. فأنت اكتبي على الورقة 3 أشخاص لو بعيدين أونلاين ممكن تتواصلي معهم، ونظمي تواصلك معهم خلال الأسبوع، يوم يوم لا، يعني الأسبوع 7 أيام، يوم لا لازم أتواصل مع حدا من هدول ال3، ولازم أحط ببالي إنه مو بس أنا رح أخذ طاقة، يعني إما رح أزورهم، رح أشرب فنجان قهوة لو هن قريبين، رح أروح أشارك بمناسبة معهم، أو رح أدعيهم لعندي نعمل طقس معين، طبخة معينة سوا، يلعبوا أولادنا سوا. لا، ممكن إني أتواصل أونلاين معهم، أو أرتب قراءة كتاب معهم، أو أي شيء يخليني أخالط هدول الناس، خليني أروح أسألهم أنتوا كيف هيك ما شاء الله، كيف انتوا عندكم هالطاقه وبتعطوا الناس طاقه، شو الشيء اللي انتوا لما عم بروح لعندكم انا عم برجع مبسوطه. ابلش اتعلم منه. انا فعلا انا عندي حد من اصدقائي كده، انا مسمياها دايما اقول لها بصي انت الثيرابي بتاعي، انت يا حبيبتي. بصي لما يعني ربنا يبارك فيها يا رب يا رب ويديم الصداقه اللي بينا، لما بكلمها في التليفون وانا مثلا في مود تاني بتطلعني في مود تاني خالص افضل بكتير، ولما اقعد معاها واتكلم معاها واضحك وكده فبقول لها لا بصي انت لازم انا اشوفك كل اسبوع علشان تعملي لي جلسات ثيرابي. طيب ماذا لو انت اصبحتي هي الانسانه؟ كيف؟ انا لاحظت انه الناس اللي بتشع طاقه وبتعطي طاقه وبتخلي الناس بكون عندها سعه اصلا انه الناس تفرغ عندها، هي الناس اللي بتعطي حالها، هي الناس اللي عن جد بتسعد حالها بمشي، هي ورايحه تشتري الاغراض، عم تستمتع في المتعه، جزء من نهارها، عاطيه نفسها حقوقها، اكلها شربها نومها، عرفانه تنظم امورها، احتياجاتها الرئيسيه، عندها نظام معين بحياتها، مش فوضى او لخبطه. حتى العلاقات، فما في جور، يعني مو كل حياتها هي علاقات وعالم، ما في جور، في عندها نوع من انواع النظام والبالانس والعدل والتوازن اللي بحياتها. فبنصح كل حدا بلش اعطي حالك شغلات تعطيك سرور، تعطيك فرح، منها بالمنزل ممكن تعملها، ممكن احكي ناس قعدتها مع الاولاد وضحكهم والقصص اللي بيحكوها هي اللي بتعطيها طاقه. في ناس حديث مع زوجها مع فنجان القهوه قبل ما يفيقوا الاولاد هي اللي بتعطيها طاقه. في ناس على الشباك سرحانه عم تتامل السماء والطيور والمطر، اشراقه الشمس او المطر، تعطيها طاقه. بلشوا عطوا حالكم طاقه مشان تكونوا مستعدين انتوا تعطوا للاخرين، ولو اجى وحدا نكد عليكم يكون عندكم رصيد كافي. بالضبط، عندك مناعه. عندك مناعه من اي ما حكينا عن الاشخاص اللي بتشفط الطاقه، حطوا لها حدود، ضعوا لها حدود. نتعامل ازاي مع الاشخاص اللي هي استاذه انها يا اما تنكد عليكي باسلوب غير مباشر او انها تديكي طاقه سلبيه؟ اسلوبها في يعني، بس خلي بالك انا عايزين برضو نكون منصفين، الناس دي اوقات بتكون عندها ضغوطات طبعا وعندها مشاكل طبعا، فهي لما بتصدق تشوف حد فتروح
كب عليه على طول كل الضغوطات بتاعتها. مشاكل، أو أحيانا نظرة سلبية للحياة، أحيانا تشكي دائما، أحيانا النظرة بس للعيب اللي موجود، النقص اللي موجود. أحيانا تلاقي حياتهم ما شاء الله يمكن أحسن من حياتنا، بس أنا بس شايفين الناحية الفاضية منها. الجزء الناقص. أيوة. فإما أنا بحواري بقعدتي إذا هن المفروضين علي مثلا، أول شيء أنا أحدد لقاءاتي فيهم، فأنا بس متاحة بهذا الوقت، والله ما تواخذوني، أنا بس يوم السبت والأحد ممكن أستقبل ضيوف، غير هذه الأيام أنا ما بقدر، عندي الأطفال وتدريس وعندي الانشغالات المعينة، فتحديدهم في وقت معين، أو لقاء شهري مثلا، أو كل أسبوعين مرة لو هن من العائلة مثلا. فتحددي، لما تحددي حتروحي مستعدة وجاهزة لهذا اللقاء. اثنين، ضمن اللقاء كوني أنت مديرة للحوار، بحيث دائما تشدي للإيجابي. أيوة. رح يحاول مرة مرتين ثلاثة، بس بعدين رح يمل، رح يحس إنه أنا عم حاول أرمي عليها بس هي ما عم ترضى، عم ترجع لي هذا الشيء، عم تجبرني أشوف الشيء الإيجابي، فإما يتعلم منك وإما يبطل. وده هيساعده، ده طبعاً. هيساعده نفسيا. يعني طبعاً. لما انا اقعد اخده من الحوار السلبي وان انا اخده للحوار الايجابي ونتكلم على ايجابيات او نطلع من المشكله، ده هيخفف عنه برضه. صح. بعض الاشخاص بنروح نحتك بنفس المكان، مثلا بيت عائله كبير كذا، لكن انا ممكن اشغل نفسي بالطبخ، بصنع القهوه، بالضيافه، باشياء اخرى، بحس هذا الشخص اللي بالفعل جدا سلبي كثير عم ياثر علي، ما ضروري اني انا احتك فيه بشكل مباشر، فاقلل الاحتكاك. نحن نتواجد بنفس المكان، او اروح وانا مجهزه حوارات معينه اصلا، حوارات ايجابيه حياديه ممكن نحكي فيها، بس ما يكون في احتكاكات ومشاكل وسلبيات وشغلات. فبيضل زمام الامور عند الشخص قدر المستطاع. وبرجع بقول الشخص اللي هو عاطي نفسه وشاحن نفسه، عرفان حدوده، هذا الانسان اللي رح يعرف ينظم علاقاته وبيتحكم في مدى التاثير اللي ممكن يعود عليه سواء سلبا او ايجابا. صح. طيب استاذه فاطمه، احنا كنا اتكلمنا عن طرق التفريغ الضغط النفسي، وحضرتك قلتي كلمة رائعة جدا وطريقة رائعة جدا، ان هي يعني افضل الطرق، وهي القرب الى الله سبحانه وتعالى والحديث مع الله سبحانه وتعالى. طيب الى جانب هذا، اوقات يعني خلاص بيلزم الامر ان انا اروح لمختص نفسي. امتى تقولي لا انت لازم تروحي لمختص نفسي؟ ايه العلامات اللي ممكن تشوفيها على السيده او على البنت تقولي لا انت لازم تزوري مختص نفسي، لازم تيجي لي العياده علشان نتفاهم مع بعض ونتكلم؟ وامتى يعني اصلا يصل الامر ان ممكن مثلا تكتب لها حاجه تهدي اعصابها، يعني وما الى ذلك من الامور العلاجيه؟ طيب هلا الضغط النفسي اذا هو ضمن المحمول اصلا بيبين على الشخص، إذا هو فوق المحمول بيبدأ يبين على جسد الشخص، بتلاقي جسده، لغة الجسد تبعيته، وشه، ملامحه، تقاسيمه، وعلاماته بتبدأ تظهر بالأمراض. يعني صبية صغيرة تبدأ تعاني من السكر أو الضغط في وقت مبكر، في شيء يعني في شيء يستدعي غير طبيعي. ممكن لما هذا الضغط بلش يأثر على أدوارنا، أنا كأم ما عاد قدرانة أعمل الأمومة، وظائف الأمومة اللي هي الطبخ، التنظيف، تعبانة، نفسيتي مرهقة، عم ببكي، عندي أرق، شهيتي بلشت تتأثر. أيضا ممكن أدواري كزوجة ما عاد بقدر، على شغلي، وظيفتي اللي أنا عم بعملها بدأت تتأثر. لما يبلشوا يتأثروا معناها خرجت الأمور عن السيطرة. أنا عم حاولت أساعد نفسي، بس أنا ما قدرت، أنا وصلت لنقطة أنا ما عاد قدرت فيها، فأنا بحاجة لحدا مختص هو يساعدني يطلعني من هذا الشيء. وأنا حقيقة أقدر الناس اللي حاولوا يساعدوا أنفسهم وبيجوا لعنا بعد ما هن حاولوا وجربوا ودقوا أبواب الصديقة والجارة والمعارف والشيخ والرقية الشرعية وكثير من الشغلات، وبعدين قالوا لك أنا وصلت لنقطة أنا لا عن جد بحاجة لحدا أكبر مني، أعلم مني، أخبر مني بهذا الموضوع يقدر يساعدني فيه. فساعتها ممكن يجوا. اللي بنلاحظه أكتر إنه عادة مو نفس الشخص اللي بالمشكلة، اللي حواليه المتأثرين إنه الأول مين بيلاحظ أكتر من الشخص اللي جوا المشكلة. طبعا. فالأم، الزوجة، الابنة، الناس اللي حواليه بلشوا يقولوا أنت متغير، في شيء مو طبيعي، هي مو نفسيتك، عم تبكي كثير، صايره قلقك ماما، انت كثير عم تقلق بالليل. أيوة. فزملاء العمل ممكن يلاحظوا، فهن قد يكونوا اول مساعدين انه شو رايك تاخذي استشاره، هل في ضرر انه احنا لو اخذنا استشاره مختص؟ وهون شوي شوي ببلشوا يسحبوها للعلاج النفسي. وحقيقه في بعض الاشياء ما بتاخذ شغل كبير، يعني بيكونوا القطار بده يمشي بس في شيء واقف معلقه، فاحيانا دفشه صغيره ترجع القطار الى العمل. بالضبط. طيب أخيرا قبل الختام، في مقولة بنسمعها كتير، وأنا بشوف كمان على السوشيال ميديا على فكرة بعض المختصين بيتكلموا عن طول فترة الجلوس في البيت بالذات للنساء وللبنات، إن طول القعدة في البيت ما بتخرجيش خالص أو خروجك قليل جدا، ده بيأثر نفسيا على حالتك النفسية وعلى ضغوطاتك، وممكن يخليكي مضغوطة أكتر. هل فعلا الكلام ده صحيح؟ طول اللي بيقعد في البيت كتير على طول مضغوط نفسيا؟
طيب هو يحمل وجه من الصحة مم. ويحمل أوجه أخرى. مم. خليني أقول بداية إنه كثير من النساء البيت إلهن هو مكان عمل. تخيلي هذا المفهوم، مم. إنه الرجل عنده العمل أي شيء خارج المنزل هو عمل، شراء الاحتياجات وعمل هو عنده مفهوم لما يرجع البيت مكان الراحة. هو بيجلس بيرتاح، خلص مكان الراحة، المكان اللي أنا حأستريح، بعمل شغلات بسيطة بس هو مكان الراحة. تخيل إنه المرأة البيت هو مكان عملها، فهي طول ما هي قاعدة عم تفكر بالمهام أيوة. والأشغال والأشياء المتراكمة، فيصبح حتى كثرة جلوسها في المنزل هي عبء. فواحدة من الشغلات اللي بحب أقولها إنه خلي لك مكان للراحة ووقت للراحة ضمن المنزل. يعني خلي لك ركن معين هذا بتهدي فيه، بتسترخي، بتصلي، بتعملي اللي بدك إياه بالبيت مثلا. هو ركن أنتم مستهلكينه مثلا، بس مثلا هذا الكرسي على طاولة السفرة هذا إلي أنا لما بقعد بآخرة الليل وبحط كاستي وبقعد هذا مكاني، ركني اللي بهدى فيه. وخلي لك أفعال تهديكي وتريحك وتستمتعي فيها ضمن المنزل، مثل ما أنه هواية، شغل معين، شغلة تساويها وأنت تستمتعي فيها ومبسوطة فيها ضمن المنزل. لا تنسي نصيبك من الراحة. لكن حقيقة الوجه الصائب من اللي أنت قلتيه إنه كثرة جلوس الإنسان، المرأة لما تصبح معزولة عن الوسط الاجتماعي، ونحن بشر خلقنا جبلتنا على الخلطة والمخالطة طبعا. والطبيعة وإنك تشوف السماء والعصافير. يتعارفوا، الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل نتعارف. فتخيلي لما يتسكر عليها ببيت هي ما عم تقدر لا تتواصل، لا تشوف، لا تخالط، لا تطلع على الدنيا، لا هي شافت الشمس كيف أشرقت ولا شافت الغروب كيف صار. فهذا بالفعل مع تكراره بيأثر على نفسيتها، وتشعر المرأة مو بس بالعزلة، خلايانا كلها بتتأثر من هالوحدة هي اللي هي عايشة طبعا. وهو نوع من للأسف هو نوع من أنواع التعذيب اللي بيستخدموه في السجون، اللي هو الحرمان من العلاقات الاجتماعية والحرمان أيوة إنك تشوفي أصلا الحياة والدنيا شو عم بيصير فيها والعلاقات. فهن بيعرفوا قد هذا الإنسان بيعذب، هذا الشيء بيعذب الإنسان، بيأثر على الإنسان، ومشان هيك بيستخدموه كأداة للتعذيب. فنحن اللي بنقوله التوازن للمرأة بين جلستها للمنزل وبين خروجها، وخلي كل خروجاتها هي تحس انه جزء فيهم من المتعه. مثلا رايحين على السوبر ماركت، افتحي الشباك وطلعي وشوفي، لو انت بالسياره مثلا الزوج لو في مشوار بسيط مثل شراء احتياجات المنزل، خذ زوجتك، خذ ابنائك، خليه نوع من انواع الترفيه، اشتروا شغلات بسيطه، حلويات، اقعدوا كلوها مثلا، حتى بالسياره ممكن تاكلوها وتعتبر نوع من نفسنا، طلعنا، شفنا الدنيا، خالطنا. للامهات اللي قاعدين بالمنزل خلي لك جاره، صديقه واحده قريبه في الحي. طب لو مو موجودة أونلاين تفتحي معاها وتشربي قهوة وتحكي وتدردشي وتتشاركي نهارك. أقاربك حتى لو بعيدين حطيهم على الليستة قائمة صلة الرحم، ومين بدي أوصل رحمي مع كل فنجان قهوة أتواصل مع حدا، بحيث لا تنقطعي عن العالم الخارجي شو عم بيصير. دوري على جروبات للأمهات، دوري على جروبات للمتعلمات، دوري على جروبات حول الموهبة اللي عندك، المهنة اللي عندك إياها، ودخلي هي. لو ما أنت ما عندك هاي الجروبات، أنت بالغربة أول حدا يتغرب، انت اعملي بادري هاي الجروب، بلشي شخصين حطيهم معاكي بالجروب وبلشوا تناقشوا، سواء قراءة كتاب، سواء تطوير شيء معين، سواء ذكر وتسميع قرآن، حفظ، مذاكرة، أي شيء. تتبادلوا خبراتكم، أنا مثلا خريجة كذا، أنت خريجة إيه، تبدأوا تستفيدوا من بعض. حتى أصلا في البيت، في المطبخ، في هنتغدى إيه النهاردة، السؤال اللي كل يوم بنسأله ده مش بنلاقي له إجابة. تقدر هي تعمل حواليها دعم اجتماعي صنيعة إيديها. صح. طيب أخيرا، تنصحي كل القوارير اللي بيشوفونا النهارده سواء نساء أو فتيات، تنصحيهم بإيه علشان يبقى عندهم صلابة نفسية وما عندهمش ضغوط نفسية، ويبقى على الأقل هم في حالة من الاستقرار النفسي؟ مش هقول طبعا يعني مفيش أي مشاكل نفسية، هو طبيعي بيحصل ضغوطات، طبيعة الحياة، ولكن إلى أن نوصل لدرجة من حالة من حالات الهدوء النفسي. صح، اللي هو عكس الضغط النفسي الهدوء النفسي. طيب كيف نصل لأعلى مراتب السكينة؟ رقم 1، خلي روتين يومي عندك كل يوم تحكي مع رب العالمين، تحكي مع الله بكل بساطة بلسانك اليومي. يا رب أنا هذا الشيء تعبني، يا رب أنا هذا الاحتياج أنا عارفة فيه ومحتاج وما أعرف، يا رب أغنيني بحلالك عن حرامك، يا رب، وحطيها وفوضيها عنده ووكليها عنده. هو رب كل شيء، حيجيب لك كل شيء، بس أنت آمني وتواصلي معه. التواصل اليومي والشحن اليومي الروحاني بالذكر وبالقراءة القرآن، وهدول من أساليب للتفريغ وللشحن. صدقا من أعلى أنواع العلاجات والثيرابيز اللي ممكن الإنسان يعملها. 2، خلي روتين عناية شخصية بنفسك، إما قبل يعني عند الصباح سبحان الله، أو قبل النوم، قبل ما يفيقوا أهل البيت وأصحاب البيت، بغض النظر إن أولادك أو زوجك أو مين ما كانوا، قبل ما يستيقظوا خلي لك وقت لو ربع ساعة تعملي فيه شيء أنت تعتني بنفسك، سواء تجميل، بشرة، شيء أنت بتحبي تحسي إنه أنا اعتنيت بنفسي، أعطيت حق نفسي اليوم بالضبط مثلا. أو قبل النوم، هذا قبل النوم، إما فرغت على ورق، إما رسمت،
إما لونت منظرة، ممكن نقشت شيء، ممكن حكت شيء بالصوف، ممكن. وثلاثة، ادخلي المتعة ليومياتك وحياتك بكل أفعالك. حاولي مثلا الطبخ، يعني حاولي انه تعمليه بشكل ممتع بالنسبه لك، ما يبقاش عبء كل يوم. أيوة. انت قايمه حاسه ان انت عليكي عبء لازم مجبوره عليه. اعمل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فلما تحطي انه يا رب هذا الطبخ طبخ شفاء ورحمه لاهل بيتي، يا رب تزيد المحبه والتفاهم بيني وبين زوجي، هي الاكله هذا طبق الحلو ليزيد المحبه والتفاهم بيني وبين زوجي، هي مثلا الطبق الحلو اللي عملته صلحه بيني وبين حماتي. جميل مثلا جميل. فحطي النوايا الحلوه، لانه النوايا هي اللي بتخليكي وبتحسسك انه عن جد انت عملتي شيء. ثلاثه، لا تنسي حق نفسك، اكلك، شربك، نومك، احتياجاتك. حاولي احتياجاتك تكون ملبات، ما حقول 100% كل يوم كل يوم كل يوم، ما في بشر الا بنيجي على انفسنا، ابننا بيمرض، زوجنا بيحتاج شيء، اهلنا، اقاربنا أكيد. لكن حاولي انه ترممي، حاولي انه اليوم انا قصرت بنومتي كثير، بكره ارمم من حالي. انا تاخرت مثلا استحماماتي او قص اظافري او عنايتي بنفسي، انا مأجله اهتمامي بشعري لفترات طويله. عطي حق لنفسك، عطي حالك، دخلي حالك بين الاولويات وبين المهام وبين الكذا، عشان ما تحسي انه العمر انا عشته كمان. ودخلي المتعة بالروتين اليومي، بالمهام مثل ما قلنا، الشراء، الذهاب، قضاء الحوائج، الشغلات. انتبهي للتفاصيل الصغيرة، النباتات، الطيور، الأصوات، الناس اللي حواليكي. احرصي يكون في علاقة واحدة داعمة، لو أونلاين. برجع بقول كلياتنا مختبرين ممتحنين لربما بالغربة أو الابتعاد عن الأهل. لو أونلاين لاقي علاقة واحدة تدعمك، تكون داعمة ومساندة لك. ببساطة هدول. اهتمي بتغذيتك، التغذية جزء كبير من النفسية. مثل ما قلنا النوم أيضا التغذية، والحركة. خلي الحركة جزء من حياتك، اللي هي سواء رياضة ضمن المنزل، صار كله أونلاين مقدور عليه. لو 10 دقائق أي نوع من أنواع الرياضة اللي أنت بتحبيها بالضبط، ممكن انك تمارسي، حتى مع أطفالك حتكون متعة إنه أنتوا تعملوا رياضة سوا. بالتأكيد. بشكرك في النهاية الأستاذة فاطمة الأسعد، مختصة ومعالجة نفسية وماجستير في الإرشاد النفسي، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. والحقيقة يا جماعة بنكرر مرة أخرى، صحتنا النفسية مهمة جدا جدا، لا تقل أهمية أبدا عن صحتنا الجسدية. الاثنين مهمين ولابد إن احنا ناخد بالنا منهم كويس، بكل القوانين اللي بيشوفونا، سواء كانوا نساء متزوجات أو بنات لسه ما اتجوزوش. خلي بالك من صحتك النفسية، علشان انتي لا قدر الله يوم ما بتضغطي او بتتعبي نفسيا، لو ما فيش حد حواليك ياخد بايدك، انتي اللي لازم هتقومي لوحدك. فليه اصلا نقع علشان ندور بعد كده على مين يمسك في ايدينا ومين يقومنا؟ لازم نعمل تفريغ نفسي على طول، ما ينفعش نكون مضغوطين دايما. وزي ما قالت ضيفتنا ان احنا نقرب من رب العالمين، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا جميعا وعلى كل القوارير بصحه نفسيه جيده يا رب. انتهت حلقه قوارير اليوم، الى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.